اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. تعالي نعمل النهارده، ايه رايك نعمل سمك مقلي من غير ولا دقيق ولا زيت؟ والزيت غالي والدقيق غالي. وتعالي نعمله كده بتتبيله حلوه، وكمان هنعمله في الفرن. سهل وبسيط وجميل جدا، وطعمه بيطلع احلى كمان من المقلي بالزيت. الزيت هيبقى طعمه جميل ولذيذ جدا. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه هنا معايا سمك، هنا حسب الكمية اللي انت عايزة فيها سمك. انا معايا هنا 5 وحدات كده، حوالي كيلو. وهنا معايا التتبيلة كانت عبارة عن، هي سهلة وكلنا عارفينها، وتوم، توم وليمون وكمون وكزبرة وليمون. اهم حاجة روح كده السمك معروف، روح السمك توم وليمون وكمون وكزبرة وشطة. تعالي كده نعمل مع بعض كده، نتبلهم مع بعض كده بتتبيلة زي ما احنا قلنا كده. التتبيلة هنعملها ونسيبها شوية كده بره وجوه كده. انا هنا فتحت فتحات زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تفتحيها وممكن ما تفتحيهاش. الفتحات اللي انت شايفاها دي ممكن تفتحيها وممكن ما تفتحيهاش، دي براحتك خالص. بس لو فتحتيها طبعا السمكة بتبقى طعمها، التتبيلة بتخش جواها وبتبقى طعمها احلى طبعا من غير ما هي كانت مفتوحة. انا فتحاها من الجنبين علشان تاخد كده من التتبيله من بره ومن جوه، علشان تبقى طعمها كده حلو جدا زي ما انتوا شايفين. لو لسه معايا الفيديو دلوقتي، لو لسه ما حطيتيش لايك، بتمنى تحطي لايك كده وتشتركي في القناه. لو انت مش مشتركه في القناه، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل وصفاتنا سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع وسهله جدا جدا، مش معقده ولا اي حاجه. كل اكلنا اقتصادي وبسيط. تبليها كده شوية وحوالي سيبيها مثلا حوالي ساعة كده، علشان تبقى طعم التتبيلة في السمك حلوة جدا. يعني ما يا ريت ما تحيقيش مثلا السمك تتبليه وبعد كده تروحي عاملاه على طول. سيبيه ياخد من التتبيلة. هو السمك بيحب ان هو يتبيلة. هرشها عليها كده من فوق، وهسيبهم كده في التلاجة حوالي ساعة يتبلوا. وبعدين يتبل حوالي ساعة. تعالي كده نحط مع بعض كده. معايا صينية، هنا معايا حبة جزر كده، وفلفل رومي، وهنا شرايح من الليمون لو انت حابة، وهنا شرايح من البصل وطماطم. يعني حباية من كده الفلفل الرومي، حباية لو انت بتحب الخضار كتير ممكن تكتري، لو انت بتحبي الخضار كتير. هنا هعمل ايه؟ اول حاجة هحط بس دهنة زيت علشان الخضار ما يلزقش معايا، علشان مش هينام. حطيت حبة من التتبيلة بتاعة السمك، حطيتها عليها. يعني توم وكمون وكزبرة وشطة كده وليمون. حطيت بس التوابل دي على الخضار ده. تعالي كده ننزل كده. الخضار بيبقى طعمه احلى يمكن من السمك، لان بيبقى واخد من السمك كده وريحته حلوة جدا مع السمك. وممكن تحط كمان بطاطس شرايح رفيعة جدا لو انت حابة تحطي شرايح من البطاطس كده زي ما انت شايفة كده. تحفة، ما انت حابة حطيه هنا زي ما انت شايفة كده. التتبيلة بتاعتنا الحلوة دي، وشرب كده التتبيلة والتبل حلو كده، يبقى ليه طعم بره وجوه، طعمه حلو جدا موفر جدا. هنا معايا تعالي كده نحط على الوش كده تتبيله حلوه في نص. بعد هنا انا هنا هحطه على فرن تكون سخنه قبل ما ادخل السمك معايا، درجه عاليه علشان ما السمك ما ينزلش ميته ويبقى كده مهري معايا. انا عايزاه احطه يطلع زي ما هو كده ماسك نفسه كده، مش مهري معايا، مش ابا مش عارفه امسك السمكايه. هنا هعمل ايه؟ هنا هحطها على درجة زي ما قلنا عالية، وهحط كمان يعني هياخد معايا حوالي نص ساعة او اقل او اكتر، حسب الفرن بتاعتك وحسب السخونة بتاعت الفرن بتاعتك. هنا هحطه. وبعد كده لو لسه ما خدش لون من فوق، هحطه تحت الشواية. مش بياخد يعني تحت الشواية دقيقة ولا دقيقتين بتلاقي اللون احمر وبقي معاكي حلو جدا جدا. وكمان هنحط له تتبيلة حلوة على الوش. هحط له كده معلقة زيت ومعلقة. تعالي كده نشوف مع بعض. هنا معايا كده اول حاجة كده في التتبيلة، هنا حطيت ملح وكمون وكزبرة، وحطيت حبة فابريكا.
يعني كله ده معلقة صغيرة من البابريكا تدينا لون حلو جدا، ومعايا معلقة من الزيت مش اكتر من كده. يعني كل المقادير زي ما انت شايفة مقاديرنا سهلة جدا. كده معلقة من الزيت هقلبهم وهحطهم كده على الوش، هيديني لون تحفة جدا جدا، كأني محمراه في احلى، كأني محمراه في طاسة زيت كده جدا. ممكن تقلبي السمكاية من فوق ومن تحت، تحت الشواية لو انت حابة، يعني لو انت حابة تاخد لون فوق وتحت كده تمام. كده مش عايزة احط التتبيلة دي غير لما ياخد حوالي حتى ربع ساعة في الفرن. ولو لسه محمرش زي ما قلنا هنحط التتبيلة الجميلة دي كله ده مع بعضينا ونشوف مع بعض. كده هحطه في الفرن حوالي نص ساعة زي ما قلنا، هو تسويته مش هياخد اكتر من نص ساعة. احنا السمك دايما بيبقى خفيف، ويعني تسويته بسرعة وما بياخدش سوا. خلاص بعد ما طلع معانا السمك بجد ريحته تحفة جدا جدا، ومتحمر معاكي كأني محمراه في زيت، وجميل جدا وسهل وبسيط. احنا حطينا التتبيل على الوش، وكمان ممكن تكتري، انا يا دوبك حطيت دهنة بسيطة، ممكن انت تكتري وممكن كمان تخليه شوية تحت الشواية. يعني انا طفيت عليه بعد حوالي ما خدش معايا حوالي اقل من نص ساعة كان مستوى، والخضار اللي تحت مستوى. يا دوبك ياخد معاكي اطفي عليه شغلي الشواية اتهني زي ما قلنا البابريكا ومعلقة الزيت وكمون وكزبرة وملح وبس كده مش اكتر من كده. مقاديرنا سهلة وبسيطة. اتهني كده بالفرشة على الوش كده ودخليه تحت الشواية زي ما انت شايفة كده، بياخد معاكي لون حلو جدا وبياخد قرمشة حلوة.